السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من كل قلبي أتمنى تشوفون هذا الفيديو وأنتم بألف صحة وعافية. أنا حنان محمد، إذا أول مرة تشوفون القناة تابعوا القناة لأنها راح تلقون فيها أشياء مرة كثيرة. وبسم الله خلينا نبدأ. الحلا هذا صاير ترند من بداية رمضان، الحين وصلنا العشر الأواخر ولساته ترند، فقلت يلا أجربه معاكم. بصراحة عبارة عن آيس كريم كذا تسرسح على الخاطر بعد القيام أو بعد التراويح، ولا أحلى من كذا. والحلو تحطونه في الفريزر مدة ساعة ويصير معاكم جاهز، عبارة عن آيس كريم. تخيل طبقة كنافة مع طبقة لذيذة من الكذا، خلطة كذا مرة رهيبة. فخلوكم معانا. بصراحة ما تحمست في البداية، لكن لما حسيت ان الترند طول والكل جربه فقلت يلا أجربه معاكم. أول شيء عندنا كنافة، نحاول نقصقصها قد ما نقدر أصغر، ونحط معاها زبدة ونفركها مرة مضبوط. أنا طبعا سويت هذه الحركة من قبل وخليتها في الطاسة عشان تتشرب كل طبقات قصدي تتشرب الزبدة. راح اسويها بهذه الطريقة وراح ادخلها على الفرن. نتأكد انه كل شوي تكون عين عليه، نقلبها نظل نقلبها ونحطها في الين تصير بهذا اللون. ترى ابدا ما تاخذ وقت، كلها يمكن دقيقتين بالكثير، او ممكن طاوة على النار تشوحونها. عندنا الخلطة علبتين قشطة، وكمان عندنا 6 حبات جبن، اي جبن كريمي سواء مثلثات او جبن كيري. وعندنا ظرف كريم كراميل، وكمان ربع علبة نستلة. أي شركة تحبون تقدرون تستخدمون. وبس آخر شي بقى اللي هو الدريم ويب، ظرف دريم ويب. وبس هذه كل المكونات، شايفين قديش بسيط وسهل. راح أخلطه بالخلاط اليدوي ويرجع لكم، شوفوا كيف، ولا أحلى من كذا. صار جاهز. نبدأ الحين نرتب الطبقات. طبعا أنا عندي الأواني هذه فحبيت استخدمها اليوم لأني كذا شفافة وتبين لكم الطبقات. الحين راح احط طبقة بيضة، بعدين طبقة الكنافة، بعدين طبقة من البيضة، وهكذا. طبعا للتزيين مو شرط يكون طبق يعني اللهم صل على محمد، فستق، ممكن لوز، ممكن جوز، اي نوع مكسرات تحبونه ممكن يأدي. انا احس لما حطوا الفستق هو الزينة بحيث انه يكسر اللون فيصير عندنا اخضر في اللون. المهم انا سويت كمان بقى شوي من الخلطة، حطيتها كذا حطيت فيها لون اخضر خفيف وزينت فيها. عاد راح تشوفون ان شاء الله في نهاية الفيديو. طبعا انا صرت كريمة وكذا وقضيت كمية مناسبة من الكنافة. ويلا طبقة كنافة وطبقة من الحلا. طبعا انا بيني وبينكم ما احب، يعني نادرا ما يكون عندي كذا احب الحلويات اللي تاخذ وقت مرة طويل. فاليوم بصراحة قلت هذا الحلا راح اخليه في الفريزر مدة ساعة وراح يصير معي جاهز، وصدق صاير كأنه آيس كريم مدة ساعة بس في الفريزر، ولا أحلى من كذا. يعني تصلون ترويح ترجعون تلقونه جاهز، أو تصلون قيام تلقونه جاهز، أو في الأيام العادية ممكن، مو لازم أيام رمضان. أقولكم هذا الحلا سريع سريع. الحين راح أبرد لمدة ساعة وبعدين راح أزينها. شايفين كيف واضح لكم إنه صار بارد. طبعا التصوير ياخذ وقت فأكلته وشوي كان البرودة قلت. المهم تقدرون تزينونه زي ما قلت لكم بأي نوع مكسرات، ممكن لوز، ممكن جوز، أي نوع مكسرات تحبونه. أنا زي ما قلت لكم استخدمت الباقي من الخلطة وحطيت عليها لون بحيث إنها تعطيني كذا جمالية للصحن. وبس بهالطريقة وألف صحة وعافية عليكم. بس راح أوريكم لقطة أخيرة كيف لما تجون تاكلون طبقات ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا أحلى من كذا. وبس أشوفكم في فيديو قادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.